اللعبة اللي عاملة مشاكل في هاي الأيام آرك ريدر، باختصار لعبة استخراج. اللي عليك تدخل على ماب معين، هالماب في أشياء لوت، بتلوتهم بتطلع. الأعداء الموجودين عندك ناس حقيقيين مثلك، أو آلات هدفها أنها تذبحك. طبعا اللعبة فيها خيارين، يا أما فل سكواد يا أما لا. إذا أوف أنت لحالك تلعب واللي ضدك لحاله، أون ثلاثة وكل تيم بيكون ثلاثة. تمام. بكل بساطة اللعبة فيها تفاصيل كثيرة، وأول كم من يوم مش حتفهم إشي. لوت وما عليك، يومين ثلاثة أربعة تلاقي حالك فهمت بشكل ما. تمام. بعدها بتصير تفتح هذول الورك بنش جانث سميث وهالأمور هاي، وبتجي بترتب شخصيتك من هون، ومن هون فيك تشتري أغراض. وهاي باختصار الستاش تبعك اللي فيه الأشياء اللي أنت ملوتها. وطبعا في لهم تقييمات، شيء أندر من شيء وشيء أحسن من شيء، وتقدر تبيعهم أو تقدر تطور أمورك فيهم. وهذا باختصار اللعبة. ومن ناحية إنه اللعبة بتستاهل، 100% بتستاهل. مشكلتها الوحيدة إنه بتسبب لك إدمان. بتصير أنت بتطلع عم تلعب 24 ساعة، بتخلص شغل بترجع بتشتغل، بتلعب، بتخلص دراسة بترجع بتلعب. يعني هاي مشكلتها الوحيدة. ويعطيكم العافية.